وإلى اليوم من فضل الله تعالى المساجد تزيد ولا تنقص، بل حتى في الخارج. هل سمعتم يا جماعة، هل سمعتم أو قرأتم في الإنترنت يوما أن والله في 3-4 مساجد في البلد الفلاني معروضة للبيع؟ لا. أو أن في مسجد بنيناه وبعدين اكتشفنا أن المسجد والله أكبر مما نحتاج إليه وقلنا اهدموا نصفه ويكفينا النصف؟ لا، غالبا يبنى المسجد ثم بعد 3-4 سنوات نحتاج إلى إيش؟ إلى التوسعة. طيب ابحث اليوم في الإنترنت ستجد كنائس معروضة للبيع. أنا أعطيكم إحصائية طلعت عليها في ألمانيا أيضا. قبل أكثر من 30 سنة كان عدد الكنائس 20,000 كنيسة. قبل 8 سنوات اطلعت على إحصائية عدد الكنائس 7,500 فقط. والذي يشتغل شغل كنسي يعني يفتح كل يوم أحد ويصلون فيه لا يتجاوز 3,000 كنيسة أو 3,500. وال4,000 كنيسة الباقية ما يصلون فيها لكنها تعتبر متاحف. طيب السؤال، الكنائس الباقية وين راحت؟ بيعت، صارت سوبر ماركت، مسجد، إلى غير ذلك. بل أنا في رمضان قبل 3 سنوات في برلين صليت في أحد المساجد، أذكر إلى الآن 15 رمضان. فلما جئت يعني قدموني أصلي بهم، فالأخ يقول لي يا شيخ ترى هذه أول صلاة في هذا المسجد. المسجد قديم يعني. خلصت الصلاة، أنا ما دققت، خلصت الصلاة. فلما انتهيت وجلست معهم قلت يا أخي المسجد يمكن عمره 10 سنوات ولا 15 سنة، كيف تقول هذه أول صلاة؟ وفعلا هو مبني كأنه مسجد، وسبحان الله وجاي على القبلة أيضا. فقال يا شيخ هذا كان كنيسة وإحنا لسه اشتريناها ب1,500,000 يورو، وهذه صلاة الليلة هي أول صلاة بعدما انتهينا من نزع الصلبان والبوية وتغطية الصور، هذه أول صلاة صليناها. يقول كنيسة واشتريناها وحولناها إلى مسجد. وإلى اليوم من فضل الله بيني وبينهم مراسلة ويصلون فيه. ما سمعنا يوما أن المسجد بيع وحول كنيسة من فضل الله. بل هناك دعوات مرة في الدنمارك عينوا امرأة وزيرة أديان، فلما رأت كثرة الكنائس المغلقة ما حد يصلي فيها، كثرة الكنائس المغلقة، قدمت مقترح للحكومة، قالت هذه أماكن للعبادة، ما دام أنها أغلقت ما فيها عبادة للمسيحيين سلموها للمسلمين، طيب يعبدون الله فيها.